just roaming around in a loop. So मैंने सोचा कि नहीं अब now it's time to move Not forward. that it's not like मुझे वो I was not in the right frame of mind कि क्या करूँ. So بعد إثارة الجدل بين النجمتين إيشواريا شارما وعايشة سينغ بشأن عداوتهما حقائق حصرية تخرج للإعلام لأول مرة. ولدعمنا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. استحوذت مؤخرا الحرب الباردة والمستمرة بين الممثلتين عائشة سينغ وإيشواريا شارما من مسلسل حبيبة من تكون منصة التواصل الاجتماعي، حيث أنه على الرغم من كونهما جزءا من المسلسل منذ بدايته إلا أن عائشة وإيشواريا لم يطورا صداقة أبدا، وكثيرا ما تصدرت شائعات عدائهما عناوين الصحف الهندية، خاصة بعدما تم الكشف في الآونة الأخيرة عن قيام الممثلتين بإلغاء متابعة بعضهما البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، علما أنه على الرغم من عدم وجود مشاجرة كبيرة بينهما إلا أن التوتر المستمر بين الممثلتين ظل قائما. هذا وقد قال مصدر مقرب من دار الإنتاج أن عائشة وإيشواريا لم يكونوا أصدقاء مقربين على الإطلاق، لكنهم حافظوا على علاقة مهنية كزملاء، ولم تكن ديناميكيتهم سلسة خلال العام الماضي بسبب الاختلافات. وقد كشف نفس المصدر أن إيشواريا شارما قد واجهت تصيد بسبب دورها المناهض في العرض، مما أدى إلى سوء تفاهم وخلق شقاق بين الممثلتين. ومع ذلك فقد حافظت كل من عائشة وإيشواريا على مستوى عالي من الاحتراف، ولم يكن هناك أي صراعات أو قضايا كبيرة في موقع التصوير. كما أنه عندما وصل المنشور إلى عائشة بشأن إلغاء متابعة إيشواريا لها رفضت التحدث عن ذلك وقالت: لن أتحدث عن هذا أبدا، أنا فقط أركز على التصوير من أجل العرض. ومن ناحية أخرى ردت إيشواريا التي تشارك حاليا في برنامج خطو كخلدي بجنوب إفريقيا رسالة موجزة قائلة: لست مسؤولة، يمكنك أن تسأل شخصا آخر عن ذلك. وبالحديث عن التطور القادم للمسلسل من المقرر أن يعرف العرض قفزة زمنية، ويقال أن عائشة سينغ ونيل بهت لن يكون جزءا من العرض بعد القفزة. मुझे लगता नहीं कि मुझे कोई टिप्स देने की ज़रूरत है, वैसे वो अपने आप में सक्षम है, बट कुछ चीज़ें हैं जैसे बेसिक चीज़ें जैसे खतरों के खिलाड़ी है, क्या क्या आएगा उसमें। मार्क पे यही from left to right